السلام عليكم. والحلقة هذه باش خصوها للنادي الافريقي وباش نحاولوا معنا نحكيوا مع بعضنا شنو اخر التطورات في كلوب افريكان، شنو حكاية القائمة التوافقية اللي قاعدة تدور برشا توا الحكاية على الفيسبوك، وحتى بعض الاذاعات كانت ناولت الموضوع هذا وباش نعطيو فيه راينا. لكن قبل هذه خلينا الساعة نبداو بالتصريح اللي كان عامله سعيد ناجي، اللي هو يعتبر معناه من الرؤساء القدامى ولا من الحكماء، لجنة الحكماء ولا هيئة الحكماء اللي هي بطبيعتها معناه باش نحكيو عليها. اللجنة هذه بطبيعتها معناه قاعدة توا تسير في تاريخ نادي. والله العظيم كي نسمع أنا كلامهم العظيم والله نتصدم أنا، معناها الكلام لا يطابق الحقيقة والواقع في طريقة التعامل مع الشخص. اليوم شكون اللي موجودين في الكلوب افريكان تو اللي نحكيو عليهم واللي بساميهم واللي يتكلموا واللي يقودوا بلغتنا احنا، اللي كانوا نحكيو على هيئة الحكماء به مثال في الكلام نتاعو. قال لك احنا فرحانين بيه ونحبوه يقعد في الكلوب وماذا بينا نلقاو معاه حل. هي مالا هو مع شكون قاعد يقول لك انا اليوم راه ما خليونيش ننظف، يقول لك راه اليوم ما خليونيش نحاول اني انا نحي كتراكمات نتاع 20 سنه ومتاع كالبؤس والتعاسه والمشاكل وكل ما نعرفش انا فلوس ماشيه كالتراب ومشيت منا ومشيت من غادي. ما فهمتش انا لهنا شكون اللي معناه فسر لنا معناه بالرسمي. انا اليوم بالكلام اللي قاعد نسمع فيه عباره ما فما حد شيء، عباره الشمس مشرقه نسميه الزرقاء، ما فما حد شيء. الكلام هذايا معناه عباره مش موجود، عباره اللي موجودين واللي كانوا قبل واللي كانوا قبل واللي هما واللي حطوهم واللي معناه جوهم باهي. لكن كي تجي تشوف على ارضيه الميدان وتجي تشوف على الواقع الحقيقه راك تلقى حاجات راي معاكسه جدا للي قاعد يتقال. راو انا اليوم كي نحكي على فريق معناه خلينا نقولوا زوز تيتروات كل تيتر بعد 10 سنين والباقي تشوفهم تعاسة وبؤس وتلقاه الرابع وتلقاه يتخبط في الديون وكذا، ومن بعد جي تقول لي كيفاش. من بعد انا نجي نقول لك يا ودي راك مطالب 30 جوان لازمك تدفع 3 مليارات ونص وانت قاعد تعمل في مشاكل وتعمل في فوضى مع المستشهر الوحيد اللي قادر يوفر لك فلوس هذه. يا ودي ما انتم مثلا انتم ما عندكمش فيه، عندكم فلوس برا وانتم شدوا وسايبوه خويا يمشي على روحه هو برا ربي معاك. لكن انتم لكم قادرين انكم باش تدفعوا، مش قادرين اكيد انكم قادرين اكثر واكثرين، لكنكم ما تحبوش تدفعوا في نفس الوقت ما كومش ناويين. ما نعرفش انا شنو اللي في مخاخكم تو نجيو معناها نحكيو عليه. لكن هذاك هو تو اليوم يقول لك راهو الجمهور انا ما عادش مطالب اني باش نضيع فلوس، انا راني مطالب مانيش باش نلطخ خويا. نحب انا انسان يجي يستثمر لي فلوس، نحب انسان يجي يدفع فلوس وهو راه يحب يدفع معنا فلوس. باهي بعد الكلام هذاك مثالش انا باش نتعدى حاجات ونحاول نربط من شنو اللي قاعد يصير تو باش ناخذ انا الكلام اللي قاعد يتقال تو حاليا واللي قاعد يدور برشا على الفيسبوك. يقول لك معناها نقلا على خليفه الجبالي معناها الموضوع هذا نحبوا نتفاعلوا فيه مع بعضنا ونحكيوا على جمله من النقاط، لانه فما نقاط تحسهم معناها نقاط واضحين. معناها يقول لك اليوم في جمله من الكلام ستفرج باذن الله اما عن المرتزقه واعدائنا التقليديين الذين رغم نجاحهم وانتر بارونتيز هنا حط فهمت شكون يقصد يسخرون منابر اعلاميه لبث السموم وحقدهم وزرع الفتنه بين افراد عائلتنا ومستعينين باشباه المحللين والصحفيين الفاشلين والمدربين المفلسين فنيا وتكتيكيا معناها اللي يزرعوا في الفوضى بينات الجمهور. وفيدكم علم ان مخططكم سقط في الماء في اعماق المحيطات، وبانه الافريقي باش يقعد ديما شامخ. وقال معناها مثل الكلاب المسعوره لان القافله وصلت للمحطه النهايه بعد ان فاتكم القطار. باهي واعطاه جمله من الاتفاقات ولا خلينا نقولوا من القرارات ولا خلينا نقولوا شنو بالضبط. خلينا نقراو تباعا. يقول لك الاتفاق الاولاني اتفاق نهائي بين مكونات النادي والمستشهر على قائمه توافقيه تجمع كفاءات ورجالات اغلبهم من الشباب، معناها ما سبق لهمش انهم تقلدوا مناصب وما سبق لهمش انهم ظهروا خاصه معناها في التسييرات السابقه اللي تربيوا ولعبوا في صفوف كلوب افريكان في جميع الاختصاصات. جلسه عامه اليوم 21 جوان ستتم في موعدها وستفرز على هيئه مديره جديده ومتماسكه وصلبه. قال معناها من الراهن معناها من راهن على الفراغ ويسعون لتكريس معناها تكريس المؤقت. ويقول لك فرض هيئه تسييريه خاطر ديما في التسييريه ديما فما الفوضى ديما فما القعباجي. يقول لك انتهى حلمكم وفشل مخططكم. رابعا اداره رياضيه تحت اشراف الكابتن محمد الساعلي تعمل على تامين الاستحقاقات الرياضيه للنادي، كل شيء على ما يرام، واللي عنده حجره
بون مقال مش يرميها، لكن الافضل يدمغ بها روحه، وحتى يكفر عن الذنوب العديدة اللي عملها في حق النادي. خامسا رفعت الجلسة وعاش النادي الافريقي شامخا ابد الدهر رغم الداء والاعداء. دونك هذه معناها نقلا معناها في الكلام اللي كان يتقال، وهذه هو اللوجيك والمنطق مهما كانت الاختلافات والخلافات، خاطر في الاخر بكل لازم يتسكر الموضوع هذا مهما كان. رانا احنا ديما نحكي ونقولوا شنو اليوم انا بالنسبه لي نحمل المسؤوليه لشكون؟ نحمل المسؤوليه للمستشفى. خويا انت جيت الفرجاني قلت انا بالنسبه لي فلان ما يخدمش معاي، هذا ما يخدمش معاي، هذا كذا كذا كذا، حكيت لي جمله من الحكايات، انا خويا باش نسمع الكلام اللي قلته الكل. فما ناس اليوم باش تحاول انها تحط قائمه توافقيه تكون معناها، خاصه حكيتها وقلتها برشا مرات، مثلا يكون فيها كمال يدير، يكونوا فيها ناس اللي هما ثقات خاصه على المستوى التسييري المستوى الاداري، وتكون خاصه زاده الفرجاني يكون عنده فيها دور. وديجا حكيها مع سعيد ناجي، ما جبناش حاجه من الفضاء، راهو انسان يجي يحط فلوس من بعد يخرجوا لك هكا البنادريه وكالبابليه وكاللي ما نعرفش انا ايش نسميهم احنا، هكا وجوه الهم والبؤس والتعاسه، يقول لك شو مدخله هو مستثمر ومستشهر وما عندوش علاش باش يحكم في النادي والنادي اكبر منه، هو الحاجه ما عنده حتى علاقه بالنادي. هذه حاجه الشخص هذا اللي يبدا يتكلم هو بطبيعته مواطن عادي متعدي بجنب الكياس عادي جدا، معناها ما عندوش حتى علاقه، ويزيد يقول لك ما يتكلمش. هنا ما فما حتى واحد يجي يقول لك باش نعطيك فلوس وراو ما تشاركوا في القرار، من الاخر تشاركوا في القرار. دونك هذه بالنسبه لنا راهي حاجه ايجابيه. تو نزيدوا في كل تطورات خاصه معناها في النقاط الكل، حقيقه برشا حاجات راك قادر انك باش تحكي فيهم دقيقه ودقيقتين وتصل حتى ساعه وساعتين وانك تحكي فيهم، لكن هذا الكل ان شاء الله يتجسد على ارضيه الميدان، اللي خاطر الوقت راهو يديهم على الاخر. راك عندك ملاعبيه متفاهمه معاهم، عندك ملاعبيه مصحه معاهم بري كونترا، دونك راهو الامور قاعده تزرب في كلوب افريكان. من جهه اخرى الديوان تهبط معناها خبر تقول الكلوب افريكا ولا محمد الساحلي وضع معناها على القائمه نتاعو مهاجم يلعب في نادي المدينه الليبي، مهاجم ممتاز. الحقيقه معنا دخلنا شفنا شنو هو ديتاي معناها عليه، لكن مانيش نتعمقوا اكثر في الامور الفنيه والتكتيكيه، نحاولوا انه نحكيوا عليها معناها. مانيش باش نقول لك مانيش نحكيوا عليها، لكن نحكيوا عليها وقت اللي تكون معناها فما حاجات واضحه. بالنسبه لي مش وقته انك توصل تهبط خبر كيما هذايا تجي تقول لي والله مهاجم نيجيري بون لعب في برشا بطولات الحقيقه معناها محترمه، ملاعبي معناها على مستوى الارقام تعتبر ارقام رهيبه مانيش باش نحكيوا عليها، لكن انا نشوف فيه توا حاليا ماهوش وقته انك بيجي تحكي على ملاعبي هاو باش يجي توا الكلوب افريكان، خاطر الجانب الاداري حاليا هو الاولى، في انتظار انه تجيك الحكايات الاخرى، انه مثلا جانب رياضي انه تحكي على ملاعبي انت دابا اكيد راهو قاعدين يخدموا بخصوص الموضوع هذا، لكن انه واحد ينحي الاصل ويتعدى للفروع حكايه فارغ. ملاعبي باهي ملاعبي من عام 99 معناها ما تصورش معناها كبير، ماهوش كبير برشا معناها في العمر، مخلي الامور الفنيه والتكتيكيه انه قلت في الاخر ديما راهو الوقت الحالي توا باهي انك تخدم اون باراليل مع الملاعبيه، ماكش تستنى لاخر جوان باش تقول باش تجيب ملاعبي، لكن مش وقته باش نحلوه على المستوى الفني الاداري. دونك بالنسبه لنا مانيش حتى باش نقعدوا نذكروا في الاسم نتاعو ملاعبي نيجيري ما نعرفش انا جوان اوتو، لكن مش هذا الموضوع نتاعنا. خلينا ساعه في الاصل والشيء انه يكون كلوب افريكان خاصه يتعافى على المستوى الاداري، انه تكون فما هيكله، انه تكون فما محاسبه، انه تكون فما شفافيه، انه تكون فما معناها كلام يكون موزون. دونك كلامنا بالنسبه لكلوب افريكان هكا كملناه اليوم، ان شاء الله اخر التطورات اخر حاجات جديده اكيد نرجعوا نحكيوا عليها بالديتاي. هكا من فيديو نتقابلوا في فيديو جديد.